وينكن يا أهل الدار؟ وينك يا دار؟ إخواتي، هاي القصيدة أنا كتبتها راح أهديها لأهلي وأحبابي في قرية قليون. اسمعوا للآخر، أتمنى منكم. آه وألف آه، كم احترت بين الخروج من الدار أو البقاء بين الدمار، لكن عندما اشتد القصف والانهيار أصبحت محتارا ما بين الهجرة وما بين البقاء بالدار. لم نكن معتادين لا على القصف ولا على الدمار، ولكن شاء القدر أن نفر بأجسادنا تاركين ذكرياتنا في هذه الدار. كانت حياتنا مملوءة بالفرح والسرور، وفي حديقتها سهر الليالي مع عبق الزهور. وكم سهرنا من ليال مع أصحابنا الذين تلاشوا بين الحياة والقبور. فاللهم من كان منهم حيا لم شملنا به، ومن كان منهم ميتا فاجعل الجنة داره. فاللهم ارزقنا دارا خيرا من دارنا، فوالله إن الجنة أجمل دار. سلمتم جميعا.